السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، معاكم هدى محمد. وحشتوني كتير، معلش يعني كنت تعبانة الفترة اللي فاتت فما كنتش عارفة أسجل أي حاجة بصوتي. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة كنافة حلوة قوي. يلا سجلوا الفيديو واحفظوها رمضان عشان تعملوها كده على الفطار. بتعمل معاكي كمية حلوة قوي وشكلها شيك وجميلة، وواحد ياخد القطمة يعني مرجعهاش. يلا بينا سامي ونصلي على الرسول ونشوف هنعملها ازاي. معايا هنا ربع كيلو من الكنافة، جمدتها في الفريزر وبعدين فرمتها زي ما انتم شايفين كده في الكبة، او افرميها بايديكي هتتفرم وهتبقى ناعمة خالص زي ما انتم شايفين كده. ومعايا معلقتين من السكر البودرة، وهقلب السكر البودرة كويس مع الكنافة. مش هحط سمنة خالص في الخطوة دي. اقلب كويس السكر مع الكنافة، وبعدين هعمل الشربات بتاعي عايزاه يكون تقيل وبارد. معايا هنا كوباية ونص من السكر، وكوباية الا ربع من المية. هرفعهم على النار مع عصير نص ليمونة، وبعدين يغلي 10 دقايق، وبعدين هطفي عليه وافضيه في حاجة تانية يبرد على ما نخلص الكنافة بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين كده الكنافة بتاعتنا بعد ما خلطناها كويس جدا مع السكر البودرة، هاخدها بقى وهجيب معلقة من معالق المعيارية اللي هي تكون غويطة شوية، او معلقة الايس كريم، او اي حاجة تعمل لك فورمة كده شكل كده زي ما انتوا شايفين كده مدورة كده ويكون فيها التجويف ده. هحط فيها كده الكنافة زي ما انتوا شايفين كده، واضغط عليها كويس جدا جدا لغاية لما تتماسك مع بعضها كويس جدا. خدوا بالكم ما تكبسوهاش قوي، وفي نفس الوقت ما تخليهاش مفرغة عشان ما تفكش منها. تطلع اهي بكل سهولة، المعلقة مش مدهونة اي حاجة. حطها بالراحة خالص في الصينية زي ما انتم شايفين كده. لو حاجة طلعت كده يعني بصوا بالراحة رجعوها في مكانها، وهي هتتشمع في الفرن وهتمسك نفسها، ما تخافوش ما بتتهريش خالص. هكمل الكمية كلها بنفس الطريقة زي ما انتم شايفين كده. تقدري تعملي الحجم اللي انت عايزاه، بس اهم حاجة توحدي الحجم، تخليه هو نفس الحجم في الصينية عشان كلها تاخد سوا واحد ولون موحد، ما يبقاش واحدة كبيرة واحدة صغيرة او واحدة شكل والتانية شكل. فخليكي موحدة الشكل في كل صاج او في كل صينية. بتعمل معاكي ما شاء الله كمية كبيرة جدا جدا زي ما انتم شايفين كده. هدخلها بقى الفرن على 160 درجة او 150، من 150 ل 160. عايزة فرن هادي جدا علشان عايزاها تقعد في الفرن حوالي 10 دقايق بس، هتتشمع بس وتمسك نفسها كده. انا لسه ما حطيتش سمنة ولا حطيت اي حاجة عليها تاني دلوقتي. طلعت من الفرن زي ما انتم شايفين اهي، ما خدتش لون بس مسكت نفسها. هحط بقى عليها السمنة. معايا نص كوباية من السمنة السايحة، هاخدها بقى وانزل عليها بالمعلقة كده زي ما انتم شايفين على كل واحدة بس كده. خدت معايا حوالي ربع كوباية سمنة او تلت كوباية سمنة. هي ما بتاخدش سمنة كتير، هو كل كورة من دي بتاخد لها معلقة سمنة مثلا ولا نص معلقة سمنة. وبعدين هدخلها الفرن تاني بقى على نفس درجة الحرارة الهادية 160 برضو، وتطلع تاخد اللون الذهبي من كل الجوانب زي ما انتم شايفين كده. بصوا منظرها وشكلها في منتهى الجمال، تحفة تحفة تحفة. تطلع سخنة من الفرن، نزلي عليها الشربات بارد على طول. برضو هحط الشربات بالمعلقة كده زي ما انتم شايفين. بصوا الشربات تقيل ازاي. هنزل عليها الشربات بقى بالمعلقة برضو على كل واحدة كده معلقة شربات او معلقتين شربات، ونصفي الزيادة منه في الصاج في الاخر. وبعد كده تقدميها بقى بالهنا والشفا. ودول اللي اتبقوا ان انا اصورهم لكم. وهي ما شاء الله عامله كميه حلوه قوي، ده ربع كيلو كنافه بس، فما شاء الله بتعمل معاكي كميه حلوه. يلا اعملوها وجربوها واحفظوا وصفه رمضان، وكل سنه وانتم طيبين. سلام عليكم. مرحب شهر الصوم، مرحب لياليك عادت في امان. بعد انتظارنا وشوقنا اليك جيت يا رمضان. مرحب شهر الصوم، مرحب لياليك